السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شنو يبغى صورة انت؟ حياك خوفتنا الله يا يا شيخ. الحبيب، سؤال مدري ايش، شنو موضوعك؟ اي والله يا شيخ بارك الله فيك يعني. اللي هو بارك الله فيك. الرجل إذا رجل إذا كان يعني متزوج حلو. مهم. ويعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، مهم. ويعني ما نقول أخطأ يعني وارتكب يعني فاحشة، مع امرأة أخرى. وهو يظن نفسه زانيا يعني، وكان الأمر خفيف يعني ما في ولوج، أهم شيء ما في ولوج يعني، هل فهمت. يعتبر زانيا؟ ما في علاج. وما حكم وما مم. حكم زوجته عليه يعني، هل تحرم الزوجة أو يعني؟ فهمتك. عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. لا علاقة للزوجة ها هنا فيما فعل، العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. فإذا فعلت معصية فإنك تعصي الله سبحانه وتعالى، لا علاقة للزوجة بهذا الأمر. دعك من شو اسمه الكلام المسلسلات والرومانسيات، هذه خيانة للزوجة وكذا. لا، ما هناك ما هو أكبر من الزوجة، والله سبحانه وتعالى. أنت عندما تفعل محرما فأنت إيش؟ تعصي الله. فغلط ما يسمى الخيانة الزوجية، لا، هي خيانة لله، خيانة الله، لأنك أنت إيش؟ عصيت الله. طيب ما الواجب الآن؟ ما الواجب؟ الواجب أنك تتوب إلى الله ولا تعود إلى هذا الأمر، لا تعود إلى هذا الأمر. طيب الزوجة مثلا ما تعطيني مثلا الذي أريد، طيب روح تزوج، الله يرحم والدك، تزوج ثاني، ما فادت تزوج ثالثة. أما أنك تعصي الله سبحانه وتعالى ما يستحق هذا الأمر. وأنا أعرف إخوة وحتى من النساء تقول عادي الزوج يزني ولكن لا يتزوج زوجة أخرى، وهذه أحد شو اسمه الطامات. فبارك الله فيك، توب إلى الله سبحانه وتعالى. وزوجتك لا علاقة لزوجتك بهذا، ما في شيء يقول لك لابد أن تخبرها أو لابد مثلا. بعضهم يقول يقع الطلاق من هذا الكلام ليس بصحيح يعني، من بسبب الاستروجين الأنثوي المنتشر بالمجتمع. لكن توب إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. واضح يا الغالي؟ الله يتقبل التوبة إن شاء الله يعني. آمين. والله الرجل ندم ندما شديدا يعني واستغفر ربه، خلاص إن شاء الله ما عليه إلا العافية، بدون وأقسم أن جلد. لا يعود للأمر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بارك الله فيك. طيب. بارك الله فيك يا شيخ. آمين وإياكم حبيبي الغالي، حياك الله، سلمك ربي. شو اسمه